السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنهضروا على التشكيلة المتوقعة لفريق الرجاء البيضاوي في المباراة ديالو أمام شباب بلوزداد برسم الجولة الأولى من كأس العرب. أول حاجة فريق الرجاء البيضاوي ما غاديش يشاركوا ليه اللعابة ديال الجدد، انتقالات اللي دار جداد ما يشاركوش، هاشيم دومينغو ونفاتي وخفيفي هادو ما غاديش يشاركوا مع الفريق. الفريق غيدخل بالتشكيله الاتيه، هذه التشكيله المتوقعه. انا الزنيتي وهي التشكيله اللي كتدخل في الغالب. اسماعيل بالمقدم وجمال حركاس. الثنائي عنده انسجام بيناتهم. وعندنا البدوي طاهر ايمن و بن تشيك داير ايسر. جمال حركاس مدافع اوسط. عندنا في الوسط الميدان وفي الغالب غيدخل روجي اهولو كلاعب ارتكاز، وبالجانب ديالو مكاسي. زريدة يلعب بالجانب ديال مكاسي كرقم 10. نوفل الزرعوني يلعب كجناح ايسر. يسري بوزوق جناح ايسر، عفوا يسري بوزوق جناح ايسر ونوفل الزرعوني جناح ايمن، ويدخل اكسيل ماي كراس حربة. هذه التشكيله اللي متوقعه باش يدخل بها فريق الرجاء البيضاوي في ظل الغيابات الانتدابات الجديده اللي استقدم نادي الرجاء البيضاوي بسبب المنع. ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم جديد. ان شاء الله ولا في راسكم.